السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زمان كانوا يقولوا العيب كان بيتخبى، دلوقتي العيب بقى ترند، وقلة الأدب بقت مشهد بيجيب فلوس. في ناس على السوشيال ميديا ما بقوش بيقدموا محتوى، بقوا بيبيعوا نفسهم بكلمة أنا بشتغل وبكسب. بس كسبت ايه؟ كسبت شوية لايكات بس خسرت احترامك، كسبت متابعين وخسرت نفسك، كسبت فلوس بس قدمت لعيالك صورة مشوهة للست أو الراجل أو للأخلاق. انت عايزهم يطلعوا زيك ولا تبقى بتقولهم ما تتفرجوش عليا؟ للأسف كلها بقت تجارة، تجارة بالكرامة، تجارة بالجسد، تجارة بالحياة الخاصة. والمصيبة اننا بنتفرج وبنضحك وبنشير، بس السؤال هنا، احنا كده بنشارك ولا بنسكت على الغلط؟ كل مرة بتتابعهم بتديهم صوت، وكل لايك بتبني بيه خطوة في طريق كله انحدار. فكر قبل ما تتابع، فكر قبل ما تعيد نشر حاجة، لأنك لما تشارك في الغلط بتبقى جزء منه. الفلوس مش دايمة، بس صورتك اللي الناس هتشوفك بيها هتفضل. اختار تكون ايه؟ صوت بيسكت على الغلط ولا ضمير بيفوق الناس؟ دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.